الكبش تاع العيد رد بالك تصرى لك هديه. انا شخصيا صارت لي رحت نشوف كباش وكلوني، قال لك يا عبد الرحمن كي تروح تشوف الكباش زيد جيب لنا هذا معاك، ما كاش مشكل. خروف صغير شفت هكذايا، خيرت لهم خروف صغير، تفاهمت مع مولاه شحال هذا شحال هذا، عطيت له عربون عطيت له افونس، سي بون سي بون. لحقت الجماعه، الامام بدا يخطب، قال لك يا ودي الاضحيه لازم تكون ما تجوش المكسوره، ما تكونش العوره، ما تكونش الهزيله، ومن بعد الحق للسن تاع الاضحيه، يعني العمر تاع الخروف لازم يكون مديباسي 6 شهور. ضربت لي في راسي العشيه هذيك، عاودت وليت عند اللي يبيع هذاك، استمديت له نصيب الكبش تاعي وسقسيتو على الخروف تاع الناس، قلت له يا فلان اسكو الخروف هذا مديباسي 6 شهور؟ قال لي نورمالمون وهذا موالف نشري عليه ومعرفه وثقه صح. ما تهنيتش، غدوه من داك عاودت وليت لعندو، قلت له يا فلان اسكو تضمن لي امام الله اللي باللي الخروف هذا مديباسي 6 شهور؟ قال لي ما نضمنلكش. قال لي انا نضمن لك واش عندي واش ربيت انايا، اما هادوما اللي شريناهم وانا نعاودو لهم ما نضمنلكش فيهم. قلت له مالا سرحوا حبيبي، تما ديما خاوتنا ننصح خاوتنا قبل ما تشري اضحيه سقسي اسكو جايزه 6 شهور، اسكو مديباسيه 6 شهور في العمر تاعها، باسكو اقل من 6 شهور ما تعتبرش اضحيه، تعتبر شات اللحم. هاك ضربت الحيمه برك. ان شاء الله نكونوا فدناكم بالحاجه اللي نقدروا عليها باش تعمل فايده. سلام.